واخيرا اكتشفت مكان سر جديد في اسكندريه، وده الوحيد اللي في اسكندريه عنده جهاز السيموليتور اير 5 واير 9 ونص ساعه ب 100 جنيه. بس صدقني وما تراجعش ورايا، دي احلى 100 جنيه تدفعها في حياتك، لانك حرفيا اكنك سايق عربيه بحق وحقيقي، واي حاجه موجوده في العربيه هتلاقيها في الجهاز اللي قدامك ده، اذا كان فرامل او دبرياج او صوت او ايا كان فهتلاقيه في اللعبه دي. غير كمان انهم عندهم كذا خريطه، وكمان اللعبه دي اونلاين فتقدر تلعب انت واصحابك. والجهاز ده يا جماعه فيه 3 شاشات تقدر تلعب عليهم او تلعب على الشاشه واحده. ده غير ان انت لو عايز تتعلم السواقه فالموضوع سهل وبسيط. يعني باختصار كده عزيزي، عربيه احلامك هتركبها في المكان ده، اذا كان فيراري او اودي ايا كان تتخيله هتلاقيه في المكان ده. غير كمان انهم عندهم كذا طاره زي بتاعه العربيه بالظبط، علشان الناس اللي بتحب تدريفت. وبالنسبه للمومز اللي دايما بتدور على كيد زيري فالموضوع بقى سهل وبسيط، لان المكان ده مش مجرد مكان العاب بس، لا ده كافيه وعنده درينكات كريتيف جدا ومش هتلاقيها في اي حته بره، لان باختصار كده هم اللي مخترعينها. وارجع اقول لك اديني سبب واحد ما خلاكش تجرب ولو مره واحده المكان ده، وده المكان الوحيد اللي في اسكندريه اللي عنده الاجهزه دي. غير كمان معاك ستاف كامل علشان لو محتاج اي مساعده واي تفاصيل عايز تعرف. ده غير كمان ان عندهم 3 روم، كل روم احسن من الثاني، وده للناس اللي بتحب تلعب بلاي ستيشن. والبلاي ستيشن 4 الساعه ب 30 جنيه، والبلاي ستيشن 5 الساعه ب 50 جنيه. اما لو جينا بقى نتكلم على المالتي فال4 ب 50 وال5